السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد المملحات بعجين واحد هكايا كنحضروا بلاطو اولا كنديروا هكايا في مناسبات اولا هكايا في شهر رمضان. علاش لا؟ الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا باش ما كتمناو. كيجي رائع واحد العجين اللي كتجي قطنيه وكتجي هشيشه وكيجيو بنان. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنايا اول حاجه في هذا العجين اللي غادي نشارك معكم في هذه المملحات، هنايا عندي 600 غرام ديال الفورس. هنايا عندي 600 غرام ديال الفورس اولا 6 الكيسان بعبر كاس العنبه كما كتشوفوا غربلتو ديال الطحين. وعندي هنا واحد 100 غرام ديال الفينو اولا كاس عامر هكا غادي نخويه على الفورس كما كتشوفوا. غنخلطو درناه في هذا الاناء كما كتشوفوا اولا شي بواطه ولا قصريه فاش ما كترتاحوا تعجنوا. هنايا عندي معلقه كبيره ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه صغيره هكايا ديال الخميره ديال الحلوى اولا بيكن باودر هكايا معلقه صغيره. غادي نضيف كلشي في دقه كما كتشوفوا. هنايا غندير واحد معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره. هنايا عندي ياغورت مسوس كما كتشوفوا اولا ياغورت طبيعي. غادي ندير 2 معالق وغادي نخلي باقي الباقي غادي نشرمل به واحد الدجاج بحال الشكل ديال الشاورما. غادي نخلي شويه وغندير هنايا الزيت البلديه اولا كديروا هكا الزيت نباتي اولا الزبده. غندير تقريبا واحد 3 المعالق هكا كبار. صافي وغادي نجيب هنايا عندي كاس ديال الحليب مع كاس ديال الماء. المهم كنخلطوا الماء والحليب اولا كتضيفوا هكايا الحليب بودره وتعجنوا بالماء. المهم اللي متوفر هكايا كتستعملوه. صافي غادي ندير شويه ديال الماء شويه ديال الحليب والماء كما كتشوفوا وغادي نعجن به. نجمعوا هكايا العجين ديالنا وندلكوه واحد شويه. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين ديالي ودلكتها واحد شويه بقيت كنضيف داك الماء والحليب اللي دافين بطبيعه الحال كندفيوهم شويه هكا. صافي كندلكها على حساب داك الكاس ديال الفينو كندلكوها باش ما كتجيناش العجينه قاصحه. هانتوما كتجي رطبه وما كتجيش عاوتاني جاريه بزاف، يعني كتجي مطلوقه يعني كتلصق. هانتوما كيفاش كتجي بحال هكا. صافي غادي ندهنوها في هاد الجيره اولا هاد الاناء. نشدو شويه ديال الزيت وندهنوها. صافي وغادي نغطي عليها عند هاد القفاله. غادي نغطي عليها ونخليها باش هكايا دغيا تخمر ليا تفاعل ليها الخميره. غادي نغطي عليها ونرجع معكم بعد ما تخمر ليا العجين باش نكمل معكم الطريقه ديال هاد المملحات. وانا رجعت معكم بعد ما خمرت ليا العجينه كيضاعف الحجم ديالها ولا خليتوها اكثر هكايا راه كتزيد تخمر. هانتوما كيضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نجيب واحد شويه ديال الطحين باش غادي نشكلوا العجين ديالنا. هانتوما راه كتجي خامره. نجيبو شويه ديال الطحين ونحيد منها داك الانتفاخ. صافي هنايا غادي ندير منها 3 تشكيلات ديال المملحات ويمكن لكم هاد العجين تخرجوا منها حتى 4 5 على حسب اللي بغيتو. انا غادي نخرج منها غادي ندير منها 3 نقطع على 3. غندير منها 3 تشكيلات فيها برجر وفيها ميني برجر وميني بيتزا وميني باغيت. نقطع العجين على 3. صافي هنا من بعد ما شكلتهم هكايا 3 الكويرات غادي نقطعهم دابا قطع هكايا صغيره اللي غادي نصايبو بهم باغيت هكايا ميني باغيت وميني برجر. غادي نجيب هكايا الميزان وغادي نعبرهم. كل وحده هكايا نعبر فيها 30 غرام اولا 33 غرام على حساب. هانتوما 31 ماشي مشكل. صافي قد هاد الحجم هانتوما قد هكايا غنديرهم صغيورين ميني ولكن ماشي عاوتاني صغيورين بزاف. هانتوما قد هكايا قد هاد الحجم. هانتوما بحال هكا اللي ما عندوش الميزان قد هاد الحجم. صافي كنجمعهم على هاد الشكل. غادي نحاول نشكلهم كاملين نفس العبار باش يجيونا واحد القياس.
هانتوما قد هكا. صافي غادي نجيب واحد اللاطه وغادي نديرهم فيها باش غادي يخمروا فيها. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما شكلتهم على شكل برجر كما كتشوفوا شكلت 12 حبه بهذاك العجين اللي قسمنا كما كتشوفوا. هذا هو القياس ديالهم، حطيتهم هكا في اللاطه. وغندوزو دابا للعجين الثاني اللي غادي نديرو فيه باكيط هكايا ميني باكيط، حتى هو غادي نقطعو وغادي نعبرو حتى هو 30 31 32 ماشي مشكل. صافي حتى هما كنشكلهم بحال هذا الشكل على شكل باكيط. كناخذوا العجين وكنورك عليها بحال هكا على شكل طولي بحال هكا، كنعطيها بحال الشكل ديال الاوفال بحال هكا وكنقرصها كنجمعها بحال هكا باش كنعطيوها الشكل ديال الباكيط. هانتوما بحال هكايا على هذا الشكل كنشكلها على شكل باكيط اولا بحال هكا على خبيزات اولا ساندويشات بحال هكا على هذا الشكل. صافي غادي نحطهم في اللاطه نفس القياس اللي غادي ندير كما قلت لكم 31 32. المهم في هذا القياس صغيورين قد هكا غنحطهم حتى هما في اللاطه وغنبقى مستمره حتى كنكمل هذا العجين. عاد ندوزو للعجين الثالث. فوالا صافي من بعد ما كملت ميني برجر والباكيط هكايا خليتهم غادي نخليهم دابا غادي نغطيهم بواحد المنديل وغادي نخليهم يخمروا. وغندوزو دابا للطريقه ديال الميني بيتزا. صافي هنايا العجين الثالثه اللي بقات ليا دابا ديال الميني بيتزا. غادي نجيب الفينو، هنايا عندي الفينو وغادي نسرحوها هكايا بالفينو. غنجيب المدلك ونسرحوا العجين ديالنا مزيان تكون رقيقه هكايا كنت باقي كتنفخ لينا هكا في الفران. والحجم هكايا اللي بغيتو راه كديروا في هذا العجين راه كتجي زوينه هذا العجين. صافي هنا من بعد ما سرحت العجين ديالي كتكون السمك ديالها قد هكا كما كتشوفوا. صافي غادي نجيب باش غادي نثقب هاد عندي هاد الاله كما كتشوفوا باش كنقطع باش كنثقب هكايا العجين اولا كديروها على الفرشيط كتثقبوها مزيان بحال هكا. صافي هنا من بعد ما ثقبتها مزيان كما كتشوفوا غادي نجيب واحد القطعه باش غنشكلوها على شكل ميني بيتزا قد هاد الحجم. صافي غنبقى مستمره بحال هكايا. صافي هنايا من بعد ما قطعتها غادي نجيب واحد اللاطه اللي فرشت لها ورق الزبده وغادي نحطو فيها هكايا العجين ديالنا ديال الميني بيتزا بحال هكا. صافي هنايا من بعد ما حطيتها هكايا في اللاطه شعلت الفران كيسخن لاعلى درجه. غادي ندخلهم غير يتهدوا لينا هكايا اولا يتشمعوا هكايا يطيبوا لنا غير نص طيبه ونخرجهم هكايا باش بعد ما يخمروا ليا الخبيزات هكايا باش ندهنوهم ندخلهم هكايا الفران نطيبوهم. وبقات لي هنايا العجين ديال البيتزا باقي غادي نطلقها. هانتوما صافي غندخلها طيب ونرجع معكم. انا صافي من بعد ما كيخمر ليا العجين ديالي كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل كيخمروا مزيان. كنبسطهم واحد شويه هكا باش ما كيجيوش عاوتاني طالعين بزاف غير شويه هكا ماشي بزاف. صافي كما كتشوفوا بحال هكا على هذا الشكل. وغادي نجيب واحد الحبه ديال البيض اللي خلطتها حبه كامله هكا وغادي ندهنهم. صافي هنايا من بعد ما دهنتهم غادي نجيب عندي هنايا شويه ديال الزنجلان غادي نزين به هكايا الميني برجر. وهنايا هاد الميني باكيط غنزينو بالخشخاش اولا البافو ولا كديروا هكايا الشوفان ولا ملي متوفر هكايا كتزينوا به. صافي هنايا من بعد ما زينتهم غادي ندخلهم للفران. الفران باقي مشعله ملي خرجت هكايا الميني بيتزا. صافي غادي ندخلهم يطيبوا وندوز معكم هكايا من بعد ما يطيبوا باش نوجدوا هكايا الحشوه اللي غادي نديرو فيهم. وهنا غادي نوجد معكم الحشوه اللي غادي ندير في الميني باكيط وبرجر هكايا اللي غادي نوجد معكم ديال الكفته. هنايا عندي الدجاج، هنايا عندي واحد تقريبا واحد 100 غرام ديال الكفته وعندي هنايا صدر ديال الدجاج. غادي ندير معكم دابا هكايا المكونات. هنا عندي صدر ديال الدجاج اللي مقطع غادي نعصر عليه شويه ديال الحامض. غندير شويه ديال الزيت البلديه. وهنايا بالنسبه للتوابل عندي واحد الراس غير واحد شويه ديال البصله هكايا حكيتو. الا عندكم بودره كان افضل ديروا بودره اولا الثوم بودره. انا هنايا عندي فص واحد ديال الثومه وواحد شويه ديال البصله اللي حكيت. عندي شويه ديال الملحه شويه ديال القزبر يابس
شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، البزار، وهكا العطريه ديال الدجاج. غادي نديرها كامله كما كتشوفوا. وعندي هنايا داك الياغورت اللي درت في العجين، خليت هنايا كميه كما كتشوفوا، غادي نديرها فيه صافي. وكنشرملها مع هاد الياغورت الطبيعي مع التوابل مزيان هكايا. الا كان الوقت كتخليوهم قبل، كتشرملوهم قبل وكتخليوهم في التوابل باش كيجيو هكايا بنان. نتوما صافي على هذا الشكل. انا ما كاينش هكايا الوقت، غندوز دابا مباشره غادي نطيبهم. غادي نشعل البوطه على المقله، غندير شويه ديال الزيت هنا صافي. وغادي نخويهم هكايا مباشره كما كتشوفوا. صافي غادي نخليهم يتشحروا ليا، نجهدوا ليهم هكايا البوطه باش كيتشحروا مزيان، ما كيبقاش فيهم داك لاصوص ولا داك الشرموله، كيتشحروا مزيان ويطيبوا. وهنايا بالنسبه للكفته، هذاك شويه هنايا شويه ديال الكفته، هذيك الحبه ديال البيض اللي دهنت بها المعجنات هكايا غادي نزيدها هنايا باش ما تضيعش لينا حتى حاجه، ما تضيع. ندير واحد شويه ديال الزيت. وهنايا التوابل عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، سكينجبير. ما كنكثروش هكايا التوابل، غير شويه صافي. وغادي نخلطها وغادي نشكلها على الشكل ديال ميني برجر اللي درنا، نديرهم هكايا شكيلات صغار. وهنا هي البيتزا ديالي، ميني بيتزا ديالي من بعد ما طيبتها كما كتشوفوا. كنديرها غير نص طيبه بحال هكا على هذا الشكل، هانتوما راه كتجي هشيشه صافي. دابا من بعد ما طيبتها ندوز معكم باش نعمرها بالحشوه. وهنايا هما ميني باغيت اللي طيبت، كيجيو على هذا الشكل، هانتوما كيجيو محمرين وهشاش هكايا وخفاف، هانتوما كيجيو زوينين. وميني برجر حتى هما كيجيو خفاف وهشاش، هانتوما كيفاش كيجيو مقطنين صافي. دابا غادي نخليهم هكايا جانبا وغندوز باش نعمر معكم. اول حاجه هي البيتزا. هنايا عندي شويه ديال عندي علبه ديال الطون، وعندي شويه ديال الفرماج موتزاريلا، عندي هنا الزيتون والزعتر، وعندي هذا الصوص اللي جاهزه هكايا غادي نعمر بها هكايا البيتزا على حسب الكميه اللي بغيتو. هذاك ليا كميه كثيره صافي. غادي نسرحها هكايا بواحد المعلقه صافي. غادي ندير لها هكايا المعلقه بحال هكا على هذا الشكل، كتجي ساهله هاد الصوص دغيا هكايا كنوجدوهم صافي. هنايا من بعد ما كنقادهم بلاصوص غادي ندوز باش غادي نعمروهم. هنايا غادي ندير شويه ديال الطون، يمكن لكم هكا ديروا حتى الفلافل اولا الصدر ديال الدجاج، المهم داكشي اللي متوفر عندكم كديروه على حسب الذوق. انا شاركت معكم العجين هي الاهم، والحشوه هكايا كتبقى على حسب الذوق صافي. غادي نعمرهم صافي. هنا من بعد ما كندير الطون غندير شويه ديال الفرماج صافي. هنا من بعد ما درت الفرماج غنزينوهم بهكايا بزويتينه في الوسط صافي. غادي نحك عليهم واحد شويه ديال الزعتر ضروري هكا باش كنكهوهم. وهنا غادي نعمر معكم الخبز ديالي. هنايا كما كتشوفوا الكفته اللي طيبتها هي، والصدر ديال الدجاج ها هو. وهنايا عندي الخس، عندي شويه ديال الخس، وعندي مطيشه على حسب الكميه اللي غادي نعمرو. الحشوه اللي شاركت معكم انايا كتبقى على حسب الذوق، يمكن لكم هكا تعمروا باش ما بغيتو. عندي هنايا شويه ديال المايونيز اللي مصايبه ديال الدار، غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الصوص انجيريان هكايا باش غادي صافي. كندير واحد الكميه ديال الصوص وغادي نخلطها صافي. كتجي بحال هكا، كتكون حاره هاد الصوص ديال انجيريان مع المايونيز هكايا كتجي لذيذه. هادي هي لاصوص باش غادي نعمر صافي. غادي ناخذ هكايا الخبيزات ديالي وغادي نجيب واحد المنشار وغادي نقطعهم بحال هكايا على هذا الشكل. هانتوما كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو خفاف وهشاش هكايا وقطنيين صافي. غادي ناخذ هكايا شويه ديال الخس
غندير بعدا شويه ديال هاد الصوص، هي الاولى واحد الكميه هكا، وندير هكايا شويه ديال الخس، وندير هكايا شويه ديال الصدر ديال الدجاج بحال هكايا على هاد الشكل، كيبقى على حساب الذوق بحال هكا. هانتوما كيجيو بحال هكا. صافي غادي نحطهم ونعمرو ميني برجر. نقطعو الجهه الفوقانيه كتكون رقيقه شويه والتحتانيه كغليظه بحال هكا على هاد الشكل. نديرو شويه ديال الصوص وغادي ناخد الخس، كندير هكا شويه ديال الخس، دوائر هكايا ديال المطيشه والكفته كما كتشوفوا. وهنايا عندي فرماج ديال الساندويتش، كنقطعوه بحال هكا. صافي بحال هكايا وكنسدو عليه. هانتوما كيفاش كيجي ميني برجر واعر، كيجي هكايا بواحد المنظر زوين ونفرحوا به هكايا الوليدات، كيجي رائع. هانتوما كيفاش كيجي بحال هكايا بحال هاد التشكيل. صافي كنبقى حتى كنعمرهم كاملين على نفس الطريقه. وهنا من بعد ما عمرتهم كما كتشوفوا، عمرتهم كاملين كما كتشوفوا، زينتهم اولا عمرتهم بالحشوه. هنايا من بعد ما طابت ليا الميني بيتزا، ها هي الميني بيتزا من بعد ما خرجتها من الفران. دابا غادي ندوز باش غادي نشكلهم معكم، غادي نقدمهم معكم في واحد البلاطو بحال هكا ديال المناسبات، اولا لا جاو عندنا هكايا الضيوف علاش لا، اولا في شهر رمضان. غادي نزينهم هنايا ونشوفوا هكايا الشكل النهائي ديالهم. غادي نستفهم هنا. وهنا هو الشكل النهائي ديالهم كما كتشوفوا، كيجيو على هذا الشكل بحال هكايا. من بعد ما زينتهم في هذا البلاطو هانتوما كيجيو بحال هكايا، زينتهم بهاد الزويتينات وبهاد العويدات بحال هكايا، سدينا بهم هاد البرجر كما كتشوفوا، هاد ميني برجر وميني ديال بيتزا والساندويتش كنزينو على حساب الذوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنوجدوهم في مناسبات، نوجدوهم هكايا في اعياد الميلاد، نفرحوا بهم الوليدات علاش لا. نتمنى يعجبكم هاد البلاطو اللي شاركت معكم ديال المملحات، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.